عمرك جربت تتكلم مع الذكاء الاصطناعي ويفهمك اكتر من اي شخص؟ تخيل انك بتحكي له عن بحثك او مذاكرتك او حتى المحاضرات اللي انت بتاخدها، وهو يرد عليك كانه زميلك الشاطر اللي حافظ كل حاجه وبيشرحها لك بطريقته السهله. النهارده هعرفك على اداه من جوجل اسمها نوت بوك ال ام، واللي ممكن تغير طريقه مذاكرتك وتنظيمك للمعلومات بالكامل. ركز كده معايا للنهايه عشان هوريك ازاي تستخدمها خطوه بخطوه، وازاي ممكن تخليها تذاكر وتلخص وتراجع معاك كانها صديقك الذكي. اول حاجه لازم تعرفها ان نوت بوك ال ام مش مجرد اداه تلخيص، دي حرفيا اداه بتذاكر معاك. يعني بدل ما تفضل قاعد بالساعات تراجع ملفات بي دي اف ومحاضرات، كل اللي عليك انك ترفع الملفات دي على الاداه وهي هتبدا تقراها وتفهمها وتجهز لك اهم النقاط اللي فيها. تخيل تقول لها لخصي لي المحاضره الثالثه في ماده الفيزياء، او اشرحي لي يعني ايه القانون ده بطريقه بسيطه، وهترد عليك فورا كانها مدرس خصوصي اونلاين بس فهمك انت بالذات. كمان تقدر تسالها عن اي جزئيه في المنهج، زي مثلا ايه الفرق ما بين الطاقه الكامنه والطاقه الحركيه، وهي هتجاوبك من نفس المحاضرات اللي انت رافعها. والاجمل من كده نوت بوك ال ام بتحفظ المعلومات اللي انت رفعتها، فكل مره تفتحها هتكمل من نفس المكان اللي انت رفعت فيه الحاجه، كانك عندك نوت بوك ذكي بيذاكر معاك كل يوم. فلو نفسك تذاكر اسرع وتفهم احسن وتراجع قبل الامتحان من غير ما تتوتر ولا اي دوشه، نوت بوك ال ام هي الاداه اللي لازم تبدا بيها النهارده. خليك معايا عشان الجزء اللي جاي بقى هوريك بشكل عملي ازاي ترفع ملفات في الاداه وازاي تبدا مذاكره في نوت بوك ال ام. فيلا بينا نبدا الفيديو. طيب احنا عشان نبدا نوت بوك ال ام بنكتب هنا في جوجل نوت بوك ال ام اهي، وندخل على جوجل نوت بوك ال ام ونعمل تراي نوت بوك ال ام. طبعا هنا بيجيب لك الحاجات الريسنت اللي فاتت. تمام، لو انا عايز اشوف الحاجات اللي فاتت بشوف الملفات اللي هنا. مثلا في هنا كتاب ما لم يخبرني به ابي عن الحياه، لو انا عايز تفاصيل عنه والكلام ده. طيب فانا عشان برجع للداتا اللي فاتت، يعني لو انا عايز ارجع للداتا اللي فاتت بلاقيها موجوده هنا. هنا انشاء ورقه ملاحظه جديده لو انا عايز اعمل حاجه جديده. النوت بوك ال ام بتحط لها مصادر من كذا حاجه، سواء جوجل درايف لو انتوا عاملين ملف للدفعه وفيها ملفات المحاضرات، لو كل واحد بيلخص حاجه معينه وبيرفعها على الدرايف لماده معينه تدي له اللينك والدنيا تبقى تمام التمام. وهنا مثلا رابط موقع الكتروني لو انت في موقع او منصه فيها بعض المعلومات عايز تفهمها، او يوتيوب طبعا فيديوهات يوتيوب. وفي هنا لو في نص مكتوب انت كاتبه في الوورد او اي حاجه وعايز تكوبي بيست هنا مفيش مشكله. وممكن ترفع ملفات البي دي اف تمام، او التي اكس تي، او ملف صوتي زي الام بي 3 مثلا لو انت بتسجل المحاضره. طيب فخلينا نرفع احنا ملف. كان في ملف كنت مجهزه عن اللين 6 سيجما جرين بيلت. هنا هرفع الملف، وانا برفع الملف هنا هشوف بس اللغات. هنا مثلا اعدادات، هنا باجي عند الاعدادات عشان اختار اللغه الناتجه من النوت بوك ال ام. طبعا لو عايز لغه عربيه باللهجه المصريه بختارها، لو عايزها انجليزي بختارها، عايزها اي لغه تاني بختار انجليزي اهو. انا طبعا هختارها هنا باللهجه المصري دلوقتي وادوس حفظ. تمام. وطبعا لو انا عايز اضيف مصادر تانية بعمل هنا اضافه وبضيف مصادر تانية لو معايا مصادر تانية. ولو معيش مصادر ممكن استكشف واقول له انا مثلا عايز مصادر عن ال 5 اس مثلا، تي بي ام، اللين، دي حاجات كده في الايه، حاجات خاصه باللين 6 سيجما. ومثلا هقول له ابحث لي عن طريق الويب وتدوس ارسال وهيتم البحث ان شاء الله وهيجيب لك مصادر تانية انت تقدر تختار من خلال المصادر دي. وهنا عبال ما يرفع، هو لسه ما رفعش شويه. هو الكتاب تقريبا يعني نشوف الكتاب قد ايه. الكتاب كام صفحه؟ الكتاب حوالي شوف 500 وحاجه صفحه، يعني هو الكتاب كبير اهو. الكتاب هنا حوالي 580 صفحه، فهو الكتاب كبير يعني مش صغير. فانت عشان تذاكر 580 صفحه ده انت يا باشا خلاص انت رحت في لاند لو انت مش مذاكر من اول السنه. فالاداه دي هتساعدك بقى. اول حاجه هنا الاستوديو بتاعنا هنا، وهنا الدردشه لو انت عايز تسال اي حاجه. تمام، هو بيديك حاجات كده اسئله لو انت عايز تساله الاسئله دي. يعني بيقول لك هنا ما هي النماذج الاحصائيه الرئيسيه المستخدمه في تحليل البيانات واختبار الفرضيات. ممكن ادي له السؤال ده هو هيجاوبني. لو انا عايز اعمل ملخص صوتي بدوس على ملخص صوتي. طبعا الكتاب كبير جدا عشان يدينا ملخص صوتي هياخد وقت، فممكن نجربه
هتوه في حاجه صغيره. خلي الملخص الصوتي ده ممكن نشوفه بعدين. هنا خرائط ذهنيه، هنا هو دلوقتي انت شغال مع نفسه هنا عبال ما يعمل خرائط، وهنا في اختبار، هنا بطاقات تعليميه، وفي ملخص فيديو لو انت عايز فيديو معين لسه بيعمل جري انشاء. هنا بالنسبه للتقارير بتدوس عليها وتكتب انشاء تقريرك او مستند تلخيصي. اعمل مستند تلخيصي كده، هو يعمل لي المستند اهو. طيب خلينا هنا بقى ادينا له، وهو عبال ما يعمل الحاجات دي احنا ادينا له سؤال هنا صح، بقول له ما هي النماذج الاحصائيه الرئيسيه المستخدمه في تحليل البيانات واختبار الفرضيات، فهو جايب لي نماذج احصائيه، هنا distributions، وهنا normal distributions، هنا binomial distribution، فجاب لي كل النماذج الاحصائيه اللي ممكن نستخدمها. تمام، وطبعا بيديك نبذه عن كل حاجه، فهو بصراحه مختصر بشكل جامد جدا. هنا بالنسبه شايف دي الاسئله اللي هي الاختبار، فانا لو دخلت عليه هنا فبيديك اختبار وبيكون ام سي كيو، بيقول لك وفقا لمنهجيه الضمائر ما هو الهدف الاساسي من مرحله التحليل انالايز، فانت بتختار الاجابه. هنا بيقول لك توثيق الخطه اللازمه لمراقبه العمليات، الحفاظ على التحسينات، ولا تحديد الاسباب الجذريه للمشكله من خلال دراسه البيانات التي تم جمعها، ولا تحديد اهداف المشروع، ولا جمع بيانات من العمليه لقياس الاداء الحالي. هو المفروض تحديد الاسباب الجذريه، وبعدين بنعمل التالي وهكذا. فانت بتختار الحاجه. هنا بقول لك في تحليل الفيمياء يتم حساب رقم اولويات المخاطر الار بي ان عن طريق ايه، فالمفروض بتحسبه عن طريق السيفيريتي في الاوكيرنس في الديتكشن، وتدوس التالي وهكذا. فده الاختبار بيكون حوالي 12 نقطة. لو انت عايز تنزله بتدوس على دي، وبعدين هنا مثلا بيقول لك هنا موجز، نبص عليه كده، ده موجز كده يعني ايه، ده ملخص تنفيذي ومقدمة. وهنا بيقول لك هنا الناس الرواد في اللين 6 سيجما العلماء، ودي مبادئ اللين، فاهم؟ فهو مختصر لك الحاجة بطريقة رهيبة بصراحة، مختصرها وايه بيفهمك وبيديك الخلاصة. وهنا بقى البطاقات، هنا البطاقات دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن شوية اسئلة. ما هي المراحل الخمسة في منهجية الضمائر لتحسين العمليات؟ المفروض define, measure, analyze, improve, control. تعالى كده نبص اهي define, measure, analyze, improve وكنترول وهكذا. انت بتشوف الايه الحاجات دي وايه وتجاوب وتدوس عرض الاجابه، وتدوس عرض الاجابه وهكذا. الدنيا بصراحه لطيفه جدا. وانا طبعا الملخص الصوتي قلنا هيطول، فممكن احنا نعمل حاجه جديده كده. هنا هنعمل انشاء ورقه جديده، ونجيب مثلا اي فيديو من على اليوتيوب. مثلا الفيديو ده هناخد اللينك بتاعه، او خلينا في النصائح الماليه دي، هتحتاج قوه. ناخد اللينك ونحطه معانا هنا يوتيوب، ونحط اللينك وندوس ادراج. هو خد اللينك دلوقتي، وهقول له انا عايز ملخص صوتي. بتنتظر شويه، هو الفكره انه بس بياخد وقت شويه في عرض الملخص، وكمان الفيديو اكيد هياخد وقت اطول منه. وليكن مثلا هنعمل برضه الفيديو عقبال ما يعمل الملخص الصوتي، ممكن نشوف الفيديو بعدها. طيب وانا طبعا برضه في النوت بوك اللي انا مشترك في النسخه البرو. لو انت طالب ممكن تسمع الفيديو اللي ظهر فوق او في الديسكريبشن. الفيديو ده هيوريك ازاي تشترك في النسخه البرو بطريقه مجانيه. وطبعا لو انت مش مشترك في النسخه البرو مفيش مشكله، يعني هو انت كده النسخة اللي مش برو بتديك 50 مصدر تقدر تضيفهم، التاني تقريبا 500 مصدر، فما فيهاش اي مشكلة يعني لو انت مش مشترك في النسخة البرو. انا مشترك في النسخة البرو، لقيتها بحاجة مجانية فاشتركت فيها، وكده كده بستفاد من جيميناي في النسخة البرو يعني. A few moments later. طيب احنا هنا هو بياخد وقت شوية، فاحنا ممكن نستقطع الحتة دي ونشوف فيديو انا كنت او فيديو كنت جايبه من يوتيوب، تعليم عروض مفهوم النقود واثارها. ده كان فيديو من قناة مستر نوبل، جايب حاجات غريبة كده فعملت ملخص صوتي، فده كان الملخص الصوتي. اهلا بيكم. النهارده معانا موضوع يعني حاجة رهيبة، مش بس غريب، لا ده بيخلي الواحد يقف ويفكر كده. تجربة علمية اتعملت في نص الألفينات تقريبا 2005، وبتكلم الهدف منها كان حاجة يعني تبان كأنها خيال علمي شوية، تعليم مجموعة قروض ازاي تستخدم الفلوس. فعلا فكرة غريبة قوي، وبتلاقي واحدة كمان بترد عليه، فالموضوع حلو بصراحة. مش عارف ليه طول قوي بصراحة. ممكن نيجي عند الحزام الأخضر ده السكس سيجما. كنا احنا مثلا في حاجة مثلا عجبتنا ممكن نعملها حفظ في ملاحظة، تمام؟ يعني هو يحفظها لي في ملاحظة هنا معايا، دي أساسيات الإيه عشان لو أنا عايز أرجع لها، تمام؟ طيب ممكن عايز أسأله على حاجة تاني، مثلا ما هي الأدوات والمنهجات الإحصائية الأكثر أهمية لتحقيق أهداف الحزام الأخضر، فيجيب لي الأدوات، وبيجيب لك طبعا هنا 2 1 3 4. دي حاجة من ايه، من الكتاب نفسه.
السورس نفسه اللي انت رافعه. تمام. فهنا هو جايب لك الادوات. فانا طبعا لو عايز اضيف ملاحظه معينه بقول الحفظ في الملاحظات، وبقول لك جاري انشاء ملاحظه كده اهي. نرجع من الاستوديو، ودي الملاحظات بتاعتي انا اقدر ارجع لها في اي وقت حتى لو قفلت خالص اهو. هقفل خالص وهاجي اكتب النوت بوك اللي هاجي هنا. طبعا لازم تكون مسجل طبعا بحساب جوجل بتاعك، وادي اهي. والملاحظه موجوده هنا اهي، والملاحظه التانية موجوده برضه هنا. عايز تمسحها ممكن تمسحها عادي جدا، عايز تسيبها تكون موجودة عادي موجودة جدا. وطبعا كنا هنا في خرائط ذهنية، المفروض كنا عملناها هنا تقريبا. خرائط ذهنية ما اتعملت. طيب هندوس خرائط الذهنية. الخرائط الذهنية برضو حلوة قوي، يعني بتخليك في حتة الحفظ او ربط المعلومات ببعض، بتخليها حلوة ودي أداة قوية جدا. وتقدر تحملها كصورة بعدين، اهو. ده هنا دليل الحزام الأخضر لين 6 سيجما. بيقول لك اللين 6 سيجما نظرة عامة، مبادئ اللين، وادوس عليها هنا. وهنا منهجية مفهوم، وهنا دلوقتي اللين الست الرئيسية، وهكذا. وانت في الاخر، وبعدين هنا مثلا انت بتدوس على الحاجة دي في الاخر خالص تقدر تحمل الصورة وتخليها عندك في الجهاز، وتقدر تعمل عليها زوم ان وتشوف كل حاجة فيها. فالدنيا حلوة قوي يعني. طبعا انا يعني ممكن انت تنزل من الحاجات دي، وبعد ما تنزل تحمل الصورة. تمام. بس كده. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمنا باللايك والسبسكرايب للقناة وشير عشان زمايلك يستفادوا من الأداة اللي احنا شرحناها في الفيديو. واشوفكم الفيديو اللي جاي، والسلام.